هيك المولى شاء وراد يفارقنا بالفن عماد. هشام شربتجي لمين تركت ساحة الفن ورحلت؟ يا راحل عنا رضيان ولا من التقصير عتبان؟ قصرنا بحقك ونسينا ولما رحلت تبكينا. يا حسرة هاتوا محبة تكفينا ولا تبكينا. التقينا قدام الجامع نشيع ونزرع متامع، وكان المرحوم بيتمنى نزوره ببيته ويستقبلنا. نسينا يلي علمنا، رحل وقبله رحلوا كتير ونحن بدوامة التقصير. لك امتى التكريم والتقدير لما بالباب الصغير منصير؟ ودع فنانو سوريا المخرج هشام شربتجي شيخ الكار بعد مسيرة فنية طويلة، حيث عانى من انتكاسات صحية متكررة جراء إصابته بجلطة دماغية قبل عامين. طبعا أكيد الله يرحمه الأستاذ هشام كان أحد أعمدة الدراما السورية. كلياتنا زعلانين اليوم وحزنانين حزن كبير بشكل عام بهالفترة بالوسط الفني. عم يروحوا شباب وعم يروحوا مخرجين كبار، يعني اللي بنقدر نقول هي مشيئة الله والله يرحمه. هلا هو كمخرج كبير وله اسمه كبير طبعا اكيد شارك يعني بعرف انه اخرج كثير اعمال عربيه مو بس سوريه، وانا كان لي الفرصه انه كان لي الشرف اني اشتغلت معه باخر عملين، كان ازمه عائليه ومذكرات عشيقه سابقه. مخرج سوري من مواليد دمشق يعد من مؤسسي نهضة الدراما السورية وأحد أبرز المخرجين السوريين. لاقت أعماله رواجا كبيرا في كافة البلدان العربية لما تميزت فيه من خفة ظل ومعالجة لمواضيع كوميدية قريبة من هموم الناس في كل مكان. المرحوم هشام شربتجي كان معلم بالنسبة لنا جميعا بهذه المهنة، وفعلا شيخ الكار. كنت معه في عملين خلال حياتي، وكان في كل مرة إنسانا مهما لطيفا إلى أبعد الحدود، مستمعا إلى كل اقتراح من اقتراحاته كممثل أمام كاميرته. هو صاحب نكتة وصاحب ظل خفيف إلى الغاية، يعني يجعل العمل القاسي عملا لطيفا بالنسبة للممثل. مخرج كبير ورقم صعب بالدراما السورية. الأستاذ هشام أنا تعرفت عليه من زمان، من مسلسل يوميات مدير عام، واشتغلنا بعد بطل من هذا الزمان، واشتغلنا 6 نجوم، واشتغلت معه كمان بقعة ضوء ومرايا. يعني رجل عمل انعطاف كبير بالدراما السورية خاصة بالكوميديا، ارتقى فيها. ترسخت أعمال شيخ الكار في الذاكرة من خلال الأعمال التلفزيونية التي رسمت الابتسامة على وجوه المشاهدين. الله يرحمه ويصبرنا ويصبر عائلته كلها يا رب. الحقيقة فقدنا قامة جدا كبيرة، لديه من الأعمال ما هب ودب، وكلياتها أعمال ناجحة وبناءة وإبداعية. الله يرحمه ويجعل مسواه جنة يا رب. يعني هو كان مخرج مميز ومسمينه شيخ الكار. أنا اشتغلت معه عملين حلوين كتير، يلي هو بنات أكريكوز، وعملت بطل من هذا الزمان. وداعا يا صانع الضحكة، وداعا يا صانع الدراما، ويا معلم المهنة وشيخ الكار. لبرنامج صباح الخير يا عراق من دمشق، رني محمد.